السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بيكم في قناة English Community مع مستر عبد الفتاح. تعالوا كده بس نشوف كده أو نتخيل حاجة كده صغيرة. ممكن جملة واحدة بس تغير شكل الكلام بالكامل. تعال نشوف إزاي. يعني مثلا دلوقتي عندي وليكن جملة زي إيه؟ علي wrote the lesson. علي كتب الدرس. بعدها بشوية قلت لك the lesson was written by علي. تمام. هل هنا المعنى اتغير؟ يعني اللي بقول لك الأول علي كتب الدرس، والتاني الدرس كتب بواسطة علي. هل المعنى اتغير؟ لا خالص، الاتنين صح، بس ايه الفرق ما بينهم؟ هنا بقى بيجي دور مهم قوي اسمه active and passive voice، المعلوم والمجهول. ازاي نحول الجملة من معلوم لمجهول بسهولة ومن غير ما نتلخبط. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف الفرق بين الاكتف والباسيف، ازاي نحول الجملة خطوة بخطوة، وازاي نستخدم المبني المجهول باحتراف. فيلا بينا كده نبدأ على طول ونفهمها بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. نبدأ مع بعض، وأول حاجة عندنا المعلوم. والمعلوم عندما يكون الفاعل أهم من الفعل أو من المفعول نفسه. تمام؟ بنبدأ بالفاعل. فأنا عندي أصلا الجملة العادية بتبدأ بالفاعل وبعد كده الفعل وبعد كده المفعول. زي مثلا The mechanic repairs the cars. الميكانيكي صلح العربية. فأنا عندي إن الميكانيكي ده أهم من المفعول السيارة نفسها. فبدأت بمين؟ بدأت بالمفعول. طب لو أنا عندي بقى إن أنا الأهم عندي إن السيارة اتصلحت، تمام؟ ساعتها كان نستخدم حاجة اسمها المبني للمجهول، وساعتها هتبقى مفعول verb to be زائد البي بي التصريف الثالث. من verb to be ده؟ verb to be اللي هو am أو is أو are ده لو مضارع، was أو were في الماضي، وعندنا be اللي هو verb to be. عندنا كلمة being مع الاستمرارية، وعندنا كلمة being مع التام. تمام. زي مثلا هنا بيقول the thieves were arrested yesterday. اللصوص تم القبض عليهم امبارح. انا اهم حاجة عندي ان اللصوص اتقبض عليها. فانا عندي هنا المفعول اهم من الفاعل نفسه، حتى قلت ما قلتلكمش مين اللي قبض عليهم، لان انا عندي المفعول اهم. تمام كده. طيب نبدأ بقى واحدة بواحدة كده ونشوف. أول حاجة المضارع البسيط المجهول بيتكون من am أو is أو are زائد ال PP، والنفي بتاعه يبقى not. هنا مثلا we always take the bottles for recycling. بنستخدم الزجاجات عشان نعمل لها إعادة تدوير. ده active عشان بادئة بالفاعل. لو مفعول هتبقى نبدأ the bottles، أو مجهول هنبدأ بالمفعول، وساعتها بما إنها جمع هنحط are، هنكمل ونحط ال PP. فساعتها the bottles are always taken for recycling by us. بقى بأي حاجة مش هتفرق، لأن في كل الحالات أنا أهم حاجة عندي المفعول أهم. يبقى أنا كده عندي المضارع البسيط المعلوم الأول بيتكون من إضافة اس أو اي اس أو اي اي اس مع المفرد، أو المصدر مع الجمع. إنما المجهول بيتكون من ام أو از أو ار بلس بي بي. تمام؟ طيب تاني حاجة عندي المضارع المستمر. المضارع المستمر بيتكون من ام أو از أو ار زائد بينج اللي احنا قلناها في المستمر يعني، زائد البي بي. المعلوم بيتكون من ام أو از أو ار زائد فيربنج عادي، يعني the porter is carrying the bag. تمام. فانا هنا عندي الفاعل هو اهم عندي فحطيت is زائد verbing، انما هنا عندي المفعول اهم فاقول the bag is being carried by the porter. تمام. يبقى كده عندي المعلوم am او is او are زائد verbing، والمجهول ب am او is او are being زائد ال PP. تمام. طيب نخش على زمن جديد، وعندنا الماضي البسيط. والماضي البسيط بيتكون من المفعول، مفعول was أو were زائد ال PP، والنفي هنحط كلمة not يبقى wasn't أو weren't plus PP. المعلوم بتاعه بيتكون من إضافة دي أو ed أو ied مع الأفعال المنتظمة. أما الأفعال غير المنتظمة بنستخدم التصريف التاني. إنما المجهول هنبدأ بالمفعول، ولو مفرد يبقى was، لو جمع يبقى were زائد البي بي. تمام. طيب لو مضارع تام، المضارع التام المعلوم أصلا بيتكون من has أو have زائد البي بي. المجهول بيبدأ بالمفعول، وساعتها مع المفرد has، مع الجمع have زائد been زائد البي بي. تمام. طيب هنا كده احنا وصلنا عند فين؟ عند المضارع البسيط المعلوم والمجهول، المضارع المستمر معلوم ومجهول، الماضي المستمر والماضي البسيط معلوم ومجهول، وعندنا كمان المضارع التام.